سلفني لو مني تستفيد خليك لقناتي مفيد واشترك وهيوصلك مني كل جديد. تطبيق سلفني محمله 1000 واحد بيسلف لحد 50,000 جنيه. تقدر تحمل التطبيق وتستلف منه. كل اللي عليك انك هتعمل تسجيل حساب وهتدخل بياناتك وصورة البطاقة وصورة سيلفي، وبعد كده جهات الاتصال المفضلة اللي هنقدر نبتزك من خلالها ونهددك بيها، ثم بعد كده الصور والفيديوهات اللي هناخدها منك عشان تتهدد بيها. وبعد كده حضرتك اطلب القرض اللي انت عايزه. طبعا اغلب الناس اللي بتقدم في التطبيقات ديت ما بتاخدش قروض، بس هم بياخدوا الصور والفيديوهات ويبيعوها، ويبقى كده استفدنا منك من غير ما نأذيك ولا انت تأذينا. هم أذوك في حتة تانية وباعوا صورك في مكان تاني، لكن انت ما أذوكش ان انت يهددوك بالصور. طب الناس بقى اللي بيدوها قرض، بيدوها قرض بعد كده بيهددوها بالصور. تلاقوا واحدة خدوا منها صور وفيديوهات قالوا هنبعت لك الصور لحماتك. طب انت صور على موبايلها وحاجة خصوصية بتاعتها وبينها وبين جوزها، هنبعتها لحماتك فتضطر تدفع. هنبعتها لأبوكي فتضطر تدفع. هنبعتها لأخوكي فتضطر تدفع. ليه تحطي صباعك تحت ضرس حد؟ التطبيقات دي كلها حرامية بيسرقوا بياناته بس. محدش لا بيدي ب50 ولا 10 ولا 5 ولا 3 حتى. أقصى حاجة هيديك 350 جنيه ويطلبوها منك 600 جنيه. اتقي ربنا في نفسك وفي صورك وفي حياتك الشخصية وحياتك الخاصة. اقفلي على نفسك وما تنزليش تطبيقات تديها صلاحية الدخول على كل حاجة في تليفونك، ويسحبوا كل حاجة في تليفونك وانتي قاعدة عشان مستنية 500 جنيه. طبعا هو بيضحك عليك ويقولك انا هديكي 50,000 جنيه، وانتي لو عارفة ان هما في الآخر 350 جنيه عمرك ما هتقدمي في التطبيق ولا هتحملي التطبيق نفسه. نصيحة لوجه الله ما تحملوش تطبيقات القروض الشخصية لأنها كلها سرقة بيانات، واللي هيدوله كارت هيهددوه بالحاجات اللي واخدينها من تليفونه. السلام عليكم.